هلو، اهلا بيكم حبايبي اطفال جريد 1. النهارده هنبدا يونت 11 اسمها It's Rainy. ده اسم اليونت It's Rainy. هنعرف يعني ايه It's Rainy حالا، وهشرح لكم جزء في اليونت بالتفصيل. اوكي، هنبدا اول حاجه بنتكلم فيها في المنهج عن الطقس. طقس يعني weather. كلمه weather يعني طقس. the weather يعني الطقس. weather اوكي، او حاله الطقس بالعربي. the weather يعني حاله الطقس. عندي الحاجات دي هي حاله الطقس اللي موجوده عندي في اليونت. اوكي، اول حاجه rainy ممطر. rainy انا بنطقها ازاي؟ rainy. الاي والاي بنطقهم جنب بعض الاي والاي جنب بعض بيعملوا لي صوت rainy. يلا كرروا معايا rainy. قولوا معايا rainy. اوكي، عندي كمان الطقس cloudy يعني ملبد بالغيوم، يعني فيه clouds كتيره، سحب كتيره. cloudy انا بالظبط عندي كلمه cloud اللي هي سحاب وبحط لها واي تبقى cloudy. وعندي كمان sunny جو مشمس. sunny كرروها معايا sunny. وعندي كمان windy يعني فيه بقى رياح شديده. windy اوكي. وعندي كمان الجو انه يكون hot او cold. hot عكسها cold. انا لازم افهم الطفل ان hot دي ليها معنيين، وده مهم قوي ان الطفل يعرفها. كلمه hot يعني حر، الجو سخن وحر، وهوت برضو يعني حاجه سخنه. يعني لو عايزه اشرب مثلا اللبن، جيت البنت تشربه بس طلع سخن فبنقول عليه hot milk. طيب لو الجو سخن زي ما احنا في اليونت بنتكلم عن الويذر فهنقول it's hot. الجو حر it's hot. اوكي، عكسها بقى cold الجو بارد. cold وبرضو كلمه cold ليها معنيين زي hot بالظبط، العكس بتاع hot. cold يعني الجو بارد ويعني مشروب او اكل بارد. زي مثلا انا عايزه اقول ان الشاي بارد. the tea is cold يعني الشاي برد يعني او بارد. اوكي، فهنراجع مع بعض the weather حاله الطقس. the weather اللي هي ده محور اللي اليونت بتتكلم عنه. يونت 11 في المنهج جريد 1 connect. the weather يعني الطقس. the weather عندي rainy وعندي cloudy وعندي sunny وعندي windy واخر حاجه او اخر حاجتين تحت hot and cold. hot للجو الحار، cold عكسها اللي هو الجو بارد. hot وcold hot and cold. لو انا عايزه اتكلم او اوصف حاله الطقس في اليوم بتاعي فبقول it's كذا today. يعني ايه it's كذا today؟ يعني اقدر اقول it's hot today لو الجو حر، it's hot today او it's cold today لو الجو بارد، it's cold today. يا اما it's hot today او it's cold today. وعلى فكره اقدر برضه اقول it's rainy today او it's sunny today. طب انا عايزه اقول انا احب الايام الممطره او انا احب الايام المشمسه، بقولها ازاي؟ I like rainy days. احب الايام الممطره. rainy ممطر ودايز يعني ايام. I like rainy days انا احب الايام الممطره. عايزه احوش rainy days واحط sunny days ينفع. انا احب الايام المشمسه. I like sunny days وهكذا. هنرجع لكتابنا اللي بنشرح منه ونشتغل منه، كتاب كونكت تمام المعاصر. احنا شرحنا خلاص the weather واتكلمنا ان هو في cloudy rainy windy sunny وhot cold. قلنا الحاجات دي كلها. هنا بقى عندي شكل الصفحة دي واحنا اتفقنا بشوف النمبرز وبقرا على اساسها. تمام، بقرا المحادثة البسيطة الموجودة عندي. نمبر 1 بيقول it's rainy today يعني الجو ممطر النهارده. راح رد نمبر 2 قال له واو my umbrella يعني هفتح my umbrella طبعا لانه rainy فهشغل الامبريلا، هفتح الامبريلا علشان الرينز. نمبر 3 قال لها البنت قالت I like rainy days أنا أحب الأيام الممطرة. It's windy too ده كمان في هواء أو يعني رياح كثيرة. نقراها مرة كمان It's rainy today يعني الجو ممطر النهاردة. رد الولد قال لها oh my umbrella هفتح الأمبريلا. راحت ردت البنت قالت I like rainy days ده أنا بحب الأيام الممطرة.
Oh it's windy too، ده كمان فيه رياح كثيرة. هنيجي هنا بنتكلم بقى ازاي اوصف حالة الطقس، ان انا اقول مثلا it's cold today او it's hot today. طب انا عايزة اقول انا احب الايام المشمسة I like sunny days، احب الايام الممطرة I like rainy days. عندي في البيج دي الكلمات اللي هختار منها sunny cold rainy cloudy وhot. طبعا الصورة دي بتعبر عن ايه؟ بيقول لك it's not today، طبعا بتعبر عن السخونة والحرارة، يبقى اختار hot it's hot today. الشكل ده بيعبر عن الجو برد، درجة حرارة منخفضة، يبقى اقول it's cold today it's cold today. شكل الكلاود ده بيعبر عن الجو الملبد بالغيوم it's cloudy. فين كلمة cloudy؟ cloudy اهي cloudy، يبقى اختار it's cloudy today. هنا شكل المطر بيتساقط rainy it's rainy today، كلمة rainy اهي هكتبها هنا اوكي، او I like rainy days يعني. شكل الsun بيعبر عن الجو المشمس، يبقى it's sunny today. خلي بالك ممكن حد من الاطفال يتلخبط بين الصورة دي ودي، هنا الجو حار يعني hot، لكن هنا مشمس يعني sunny اوكي. اتعودنا في كل يونت ان انا في جزء عندي phonics للصوتيات، هنا بيتكلم عن letter M. letter M، صوت letter M لازم افهم الطفل صوت الحرف. صوت letter M moon moon mom mom map map اوكي. عندي كمان letter W الساوند بتاعه صوته watch watch windy window. نقراهم مرة كمان moon mom map خريطة map watch ساعة watch windy window. lesson 3 اللي هو الدرس الثالث في اليونت بيتكلم عن colors اللي هي الألوان. colors اوكي. أول حاجة عندي orange، في ناس بتقولها orange غلط، اسمها orange اوكي. blue أزرق blue. green purple red اوكي. وعندي yellow. طبعا هنا عندي كلمة make لان هو في اليونت دي هيعلمني مثلا ان انا احط 2 colors على بعض، فهعمل make للون ايه تالت. نقراهم مرة كمان yellow orange blue green purple red and make اوكي. هنا بقى making يعني new colors، ان انا احط 2 colors مع بعض فبيديني color تالت. فبيقول لك مثلا red لو حطيته مع اليلو، انت المفروض هنا بنلون لون يلو اوكي، فبيطلع لي لون orange. لو ضفت الريد المفروض الون هنا دي red مع بلو بيدوني لون purple. هنا لو يلو مع بلو المفروض يدوني لون جرين، فهلون دي بالجرين يعني خلط الالوان او how to make a new color يعني اوكي. طيب هنا بقى connect with science، الجزء ده عن الساينس اللي هو العلوم يعني، جزء من اليونت عن الموضوع ده. اول حاجه عندي كلمه colorful ملون، colorful يعني الوان كتيره زاهيه كده في بعضها colorful. rainbow يعني قوس قزح، rainbow اوكي. عندي sun شمس sun، عندي مطر rain clouds سحاب clouds، ولو طبعا حشت الاس وخليتها cloud يبقى سحابه واحده بس. لو حطيت بقى بعد الدي واي تبقى cloudy، لو حطيت الاس تبقى clouds. هنا sky السماء sky. نقراها مره كمان colorful
colorful, rainbow, rainbow, sun, sun, rain, rain, clouds, clouds, sky, sky. هنا بقى بيقول لك it's rainy مع it's rainy and cloudy بيدوني it's a rainbow it's colorful. يعني لو الجو rainy ممطر مع ان في شمس وسحابه كمان فبيطلع لي ايه rainbow اللي هو قوس قزح زائد انه it's colorful الوان زاهيه بقى لان الرينبو الوانه كتيره فبيبقى colorful. الرينبو بيكون colorful. اوكي دلوقتي lesson 4 وهنتكلم عن فصول السنة. the seasons. seasons الطفل مش بيكون مطالب على فكرة ان هو يعرف الكلمة دي بس ما يضرش ان هو يكون عارف يعني لما حد يسمعها من حد من التيتشر بتاعته او من اي حد يبقى عارف معناها ايه. seasons يعني فصول السنة. طبعا انا عندي 4 فصول السنة تمام. winter شتاء winter winter spring خريف سوري ربيع spring spring summer الصيف summer واخر حاجه fall الخريف fall. نقولهم مره كمان winter spring winter spring summer fall summer fall. ممكن نحفظها للاطفال as a song باغنيه winter spring summer fall winter spring summer fall winter spring summer fall winter spring summer fall. هنا الجزء ده عن الجيوغرافي فطبعا هنتكلم عن بعض البلاد والمواقع الجغرافيه. طبعا انا اللي يخصني اني انا اعرف الطقس في كل مدينه. هو هنا بيتكلم عن الكسندريا اسكندريه الكسندريا الكسندريا كايرو القاهره كايرو بورت سعيد بورت سعيد لوكسور لوكسور واخر حاجه اسوان اسوان. هنا بقى في البيج دي هو مديني اوريدي المعلومات من فوق وانا المطالبه ان انا احط يعني الرقم بتاع الجمله عند الصوره الصح. هنحل ده ازاي؟ هقول لحضراتكم. اول حاجه بيقول لك in Cairo it's cloudy cloudy. طيب هي فين كايرو؟ طبعا كايرو اللي هي الصوره اللي فيها برج القاهره وفيها برضو cloudy يبقى الصوره دي اللي هحط عندها نمبر 1. تاني حاجه بيقول لك in أسوان it's sunny in أسوان it's sunny. فين أسوان؟ هو في جو sunny اهو it's in أسوان this is أسوان and it's sunny فهحط هنا نمبر 3 اوكي لان انا غلطنا ودخلنا على 3 على طول. طيب هنرجع لنمبر 2 in Luxor it's hot. دي صوره Luxor والجو عندها hot هحط هنا نمبر 2. in أسوان it's sunny هنا عملناها نمبر 3. number 4 in Alexandria it's rainy Alexandria it's rainy هنا Alexandria it's rainy فهحط هنا number 4. آخر حاجة in Port Said it's windy in Port Said هنا it's windy فهنا هحط number 5. فأنا كده استخلصت إن أنا عرفت أسامي بعض المحافظات in English وربطتها بالطقس وحالة الويذر اللي احنا خدناها. نرجع نقول أسامي المدن دي تاني Alexandria Alexandria كايرو كايرو بورت سعيد بورت سعيد لوكسور لوكسور أسوان أسوان. عندي جزء من اليونت اسمه ستوري تايم وقت الستوري. طبعا انا مش هخلي الطفل يقراها فور فان لازم اطلع الجرامر الموجود في الستوري دي والطفل يستفاد جدا منه. عندي محادثه بين شخصين اوكي هنشوف دلوقتي الحوار بيدور ازاي. هلو هنا what's this ما هذا what's this قالت لها it's a cloud it's a cloud دي سحابه. رجع سألها تاني what's this is it a red pen ايه ده هو ده قلم لونه احمر what's this is it a red pen قالت له no it isn't لا مش قلم لونه احمر no it isn't. رجع سألها تاني قال لها is it a rainbow the rainbow is it a rainbow قالت له yes it is yes it is. بعد كده look outside it's a rainbow ده بره كمان في rainbow. راحت قالت لها let's play outside يلا نلعب بره let's play outside. الجرامر اللي انا طلعت بيه من الستوري تايم بيقول لما يكون عندي سؤال بيقول لك what is this يعني ما هذا what is this فالاجابه بتكون it's a واقول اسم الحاجه. مره كمان هقول لو السؤال بيقول لك what is this
What this يعني معناه ما هذا، والإجابة بتكون it's a وأقول اسم الحاجة. يعني هنا مثال بيقول لك what is this ورسم لك شكل cloud، فكانت الإجابة it's a cloud. طيب لو قال لك what is this ومرسوم أي صورة تانية فبقول it's a اسم الصورة أو الحاجة الموجودة معايا. يبقى what is this it's a cloud. What is this it's a cloud. ده كان الجزء الأول اللي موجود في الستوري تايم من الجرامر. الجزء التاني بيقول لك لما يكون عندك سؤال بيبدأ بإز. Is it a red pen؟ هو ده قلم لونه أحمر. Is it a red pen؟ نقراها تاني. Is it a red pen؟ هو ده قلم لونه أحمر. هحفظ الطفل لو عندي سؤال بيبدأ بإز ليه إجابتين. Yes it is. No it isn't. يا إما yes it is يا إما no it isn't. ولازم أفهم الطفل كويس جدا. لو السؤال بيبدأ بإز بنزل في الإجابة إز. السؤال بيبدأ بآر بنزل في الإجابة آر. السؤال فيه هي بنزل في الإجابة هي. لازم يكون رابط أو في لينك بين السؤال والإجابة. فهنا السؤال بيبدأ بإز ولازم جدا إن الإجابة يكون فيها إز. Is it a red pen؟ هو ده قلم لونه أحمر. لو yes هقول له yes it is. Yes it is. لو no يبقى no it isn't. No it isn't. وده كان آخر جزء معانا في يونت 11 ده اللي هي بتتكلم عن it's rainy حالة الطقس كمان اللي هو the weather. انتظروني في اليونتس الجاية. ما تنسوش تشيروا لينك القناة لكل أصحابكم ومعارفكم. Thank you. Goodbye.